احنا لحد دلوقتي ماشيين زي الفل، لكن هتخرج بره توقعاتي يا هادي يا باجوري. فانا هيبقى عندي حساب شخصي معاك وهبقى عاوز اخلصه. العدل فوق الجميع. لا مش كده يا جماعه، هتضيعونا، انا كنت بهزر. ايه انتوا محدش هزر معاكم؟ يلا بينا على مناقشه الحلقتين الخامسه والسادسه من مسلسل سفاح الجيزه. مشهد بداية عظيم واتهام رسمي من الأم لجابر بإنه أخفى فادية وعبلة وجمال. وكنت قلت لكم من أول حلقة استخدام لفظ خلصني اللي قالته أمه في أول حلقة واللي قالته زوجة صاحب المصنع كان في توقع شخصي مني إنهم عارفين حقيقته كقاتل وبيحاولوا يستخدموه لصالحهم، حتى وإن كانت أمه دلوقتي بتتهمه بإخفاء ضحايا مختلفين، لكنها اتكلمت بس لما ضحاياه وصلوا للبنت اللي بتساعدها في البيت. لكن لما عمته ماتت أو بالأصح اتقتلت هي ما علقتش ساعتها، او كان في جواها جزء مبسوط باللي حصل وبيحاول يصدق انها ماتت عادي ما اتقتلتش. بعدها بنشوف مشهد بالنسبه لي هو زي الفك الحديد اللي بيصطادوا بيه الحيوانات المفترسه، وطرفين الفك ده هو الضابط والمحامي، والحيوان المفترس بيضيق الخناقه عليه زي ما قلنا في المناقشه اللي فاتت، ومستني وبشكل شخصي التصرف الطبيعي للحيوان ده في انه يهاجم بعنف وقت ما يتاكد ان الخناق ضاق عليه من طرفي الفك الحديدي اللي قلنا عليهم. انا مش معنى اني بقول اني مستني بشكل شخصي انه يهاجم اني مع تصرفاته او بشجعها، على العكس تماما. انا هنا بتكلم من وجهة نظر درامية بحتة، وزي ما قلت في اول مناقشة برضو انا بتعامل مع العمل ده انه عمل فني وبس ومليش اي علاقة بالاحداث الحقيقية. كبيش بتكمل الحلقة الخامسة في احداث كلها بتصب في اتجاه واحد، ان جابر بدأت تتكشف قصته، فبنشوف بالفعل كذا جهة بدأت تدور عليه، المحامي والضابط واللي جابر أقنعه إنه يشتري المصنع فدفع عربون ربط كلام، لكن صور العقود علشان يكشف على اسم يوسف ده. واللي عرفنا في الحلقة دي إن يوسف هو في الأصل صاحبه اللي كان مسافر في الخليج وكان بيبعت فلوس لجابر يشغلها له، لكن لما قرر ينزل يشوف حقه جابر اتخلص منه وانتحل شخصيته وكمان أحلامه في إنه يشتغل في الملابس، لحد ما بنوصل للمشهد اللي شاف فيه الضابط بطاقة جابر بس باسمه شخصية مختلفة، وابتسم ابتسامة فيها ارتياح كبير إن القضية دي خلاص بتخلص. بعدها مشهد للضابط مع الراجل اللي كان بيكشف على بطاقة يوسف واللي المفروض إنه هيشتري المصنع، وبتتكشف له حقيقة الواد ده، أمه في أول الحلقة، بعدها المحامي والضابط، بعدها الراجل صاحب المصنع والضابط، ومراته عرفت إن أمها بتكلم أختها وراحت علشان تبلغ. كله بيقفل عليه. الحلقة دي بالنسبة لي كلها زي حبل المشنقة اللي عمال يتقفل واحدة واحدة على رقبة السفاح، كل أموره بتتكشف واحدة ورا التانية والوتيرة بقت أسرع في فتح أموره، لكن بشكل درامي باهت حبتين بيقدر يفلت جابر من الكمين اللي عاملاه الشرطة ليه بمكالمة من المشرف بتاع المصنع، لأن الظاهر له زيه زي أهل منطقة جابر إنه واقف جنبهم وجدع، فحب يحذره إنه شايف أشكال غريبة حوالين المصنع. مش مبلوعة النقطة دي دراميا بالنسبة لي، زي الراجل اللي عدى قدام الميكروباص اللي فيه الشرطة. هو كل ده مرسوم علشان المخرج يفضي الحدث لجابر وللظابط وبس، والمخرج بقى عاوز كده. ماشي يا عم هادي نعديها، لا لازم نعديها. هادي الباجوري وكل طاقم العمل فعلا لازم يتقال لهم برافو على المسلسل ده، لان في المشهد اللي كان بعد المطاردة مباشرة وروني ابداع في الكتابة وفي الحبكة وفي استخدام المخرج لادواته فعلا، من تصوير وموسيقى ومونتاج بشكل ممتاز، خلاك قدام مشهد صادم لحقيقة وجود زينة. هي عايشة مش بيتخيلها لكنها محبوسة، وكل اللي شفناه من مشاهد ليها قبل كده كانت من نسيج خيال جابر المريض اللي شايف زينة بتحبه وموافقة على كل اللي بيعمله وبتشجعه عليه كمان، وهي في الأصح ضحية من ضحاياه عايشة بس علشان بيحبها لكنها في حكم الميتة في الواقع. برافو برافو لكل حد اشتغل على البلوت تويست دي وعلى المسلسل كله بصراحة. المناقشة اللي فاتت كنت مستغرب ازاي زينة لبست نفسها بايديها وبقت عايشة حياة اشبه بحياة الكلاب تحت رحمة جابر، وفي المناقشة دي وصل الجواب، هي عايشة حياة الكلاب دي فعلا بس مجبرة لانها تحت ايد مريض فصام واضح وسايكوباتي بدرجة خطيرة. والكل اللي ما عجبوش لفظ انها عايشة زي الكلاب، شناوي بص كده للقطة دي بالذات. ها نكمل. بتنتهي الحلقة الخامسة الرائعة في نهايتها بالنسبة لي بمشهد لحرق جابر للفيلا وزينة فيها لأنها بقت تتمنى الموت علشان تخلص منه،
زي ما شفنا قبل كده لما حاولت تنط من البلكونه. المره دي هي ما بتتحركش والفيلا بتولع. وكنت بعتقد وانا بشوف المشهد ده انها وصلت لاعلى درجات التحطم النفسي، واللي فيها الشخص بيكون متصالح جدا مع فكره الموت. لكن لقيت مع بدايه الحلقه السادسه انه سابها مربوطه علشان يخلص منها هي كمان، لانها تعرف عنه كل حاجه، علشان كان بيحكي لها اول باول عن جرايمه وبيلحقها الضابط قبل ما النار تخلص عليها. وهنا بقى انا عندي تعليق بسيط على اداء اهل زينه لما عرفوا من الضابط كل الحكايه، من اختها اللي بتعيط بشكل غريب جدا، لامها اللي بتتكلم عادي ومش باين على ملامحها اي صدمه وبتنادي على جوزها عشان يدخلوا لها. لا وهنتجادل، ادخل لا ما ادخلش. المشهد ده كانت بايظه فيه الاداءات كلها بالنسبه لي، واعتقد بالنسبه لكم انتوا كمان. لكن وزن الموضوع بالنسبه لي اداء راكين سعد، اللي كان مناسب جدا لواحده في حاله صدمه حقيقيه، من اول خوفها من الكلبش وكلمه كفايه اللي بتدل على طول فتره خطفها من جابر، ومن عدم قدرتها على النطق لما شافت امها واختها. ممتاز لراكين سعد على المشهد المظبوط ده. وعجبني قوي لما اتكلمت لاول مره مع الضابط، كانت بتقول للضابط هبقى احسن لما اشوفه بيتعدم قدامي. كتابه عدله يا ناس اخيرا. الله يمسيك بالخير يا ايهاب يا بليل، انت واللي زيك من اللي شغالين واسطه وشلاليه. نكمل. هنا بقى بنشوف شويه مشاهد فلاش باك لوز العنب، لازاي جابر اتعرف على سلمى وزينه، وازاي زينه دخلت دماغه وعجبته من اول لحظه شافها فيها، وازاي برضه بدأ يلعب عليها فورا بفكره انه له اصحاب منتجين وانه بيفكر ينتج عشان زينه تتعلق بيه فعلا، ويبتدي هنا يبعدها عن اهلها عشان يقدر يستفرد بيها. ولان اهلها رافضين سفرها للتمثيل، فهي بتحاول تدخل معاها هالة صاحبتها عشان تسافر معاها، لان اهلها بيحبوها ويمكن يوافقوا لو عرفوا انهم مسافرين سوا. لكن بالنسبه لجابر فهتقابله مشكله هالة صاحبه زينه، لكن احنا عارفين كويس من احداث المسلسل انها ماتت، واللي كان توقعي من المناقشه اللي فاتت برضه ان هو اللي قتلها، وبنتاكد الحلقه دي ان ده اللي حصل فعلا. مظبطكم والله. فين بقى السبسكرايب واللايك؟ ما احنا قلنا يا جماعه ده بيساعد فعلا اننا نكمل. نكمل. في هنا بقى نقطه عاوز اتكلم عنها لانها دراميا مهمه جدا، وهي الخط الدرامي بتاع باسم سمره وابنه في المسلسل ده. حاسس مشاهده زياده عن الطبيعي، ولو هحاول اتوقع شيء هنا كمان، ما انا توقعاتي لحد دلوقتي ما بتجليش، خصوصا ان هربط التوقع ده بتوقع تاني ليا، فتاخدوا توقع كومبو كده. وهقول ببساطه ان المشاهد دي عشان تخلينا فاهمين اكتر ابعاد شخصيه الضابط وعلاقته بابنه، لان الحيوان المفترس زي ما متفقين هيبدا يهاجم اللي بيضيق عليه الخناق. نرجع بقى كده للحلقه الخامسه. الحلقه الخامسه المطارده كانت بين الضابط لوحده وبين السفاح الصياد والفريسه، فانا كان توقعي ان الفريسه واللي هي السفاح هتهاجم الصياد واللي هو الضابط، لكن التوقع الزياده الكومبو ان الهجوم هيكون على ابن الضابط. عشان كده بتظهر مشاهد كتير بين الضابط وابنه عشان يربطونا كمشاهدين بالقصه دي بين الاب وابنه، فلما يحصل اللي متوقعه تكون صدمته عنيفه وقويه جدا علينا. وهنا بقى هيجي دور اختيار باسم سمره تحديدا، اللي اعتقد ان ده هيكون اهم مشاهده في المسلسل، صدمته على ابنه. ولو ده حصل فانا هكون مبسوط علشان دي كتابه مظبوطه وجريئه، وعشان انا جامد وانتوا عارفين. نكمل. بنشوف بقى هنا محاولة من جابر أو حسن بقى عشان يقلب خطيبته نور في فلوس عشان يقدر يهرب بيها من مصر، ونفهمها إن بضاعته محجوزة في الجمرك وحوار كده مش مهم بالنسبة لنا. المهم عندنا إنه بيقلب القرشين دول علشان يهرب، لأنه خلاص اتكشف للكل. وهنا بنشوف فخ تاني له من الشرطة، فبيجيله اتصال من أمه بتقول له فيه إنها تعبانة وعاوزاه بسرعة، وبتكون الشرطة قاعدة معاها في البيت وهي اللي خلت امه تتصل بيه، وبتنتهي الحلقه. لكن توقعي انه هيقدر يهرب برضه من الفخ ده. ما لسه حلقتين، حلقه يهرب ويهاجم الضابط فيها، وحلقه يتمسك ويتنفخ فيها، وكده يبقى فل جدا علشان يتحط المسلسل ده فعلا في مكانه مرتفعه جدا وسط اعمال ممتازه عايشه معانا من سنين ولحد النهارده. لكن هتخرج بره توقعاتي يا هادي يا باجوري، فانا هيبقى عندي حساب شخصي معاك وهبقى عاوز اخلصه. وتقييمي للحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل سفاح الجيزة هو 8/10، ومتشوق جدا اشوف اخر حلقتين من المسلسل ده. ونقاشي ليكوا بقى، هل كان كفاية على المسلسل ده 8 حلقات فعلا، ولا كنتم تحبوا انه يكون اكتر من كده خصوصا انه مليان احداث؟ وبس كده، سلام.